من كل الابلكيشنز اللي انا بدخلها في دايما سؤال بيبقى محطوط كده في ركن مستخبي: انا عايزه البس النقاب بس مش مقتنعه انه فرض، عايزه البس النقاب بس عايزه ادله زياده وكافيه تقنعني، عايزه البس النقاب بس حاسه ان انا مرتاحه بس في حاجه غلط، يعني انا خايفه يكون الحجاب هو اللي فرض. يا جماعه الموضوع واضح جدا. هقول لكم واضح ازاي. من رحمه ربنا والعلماء بينا ان هم اختلفوا في فرضيه النقاب. في منهم قال لا ده فرض، لازم البنات والنساء يلبسوه يغطوا وشهم وهم خارجين بره، وفي ناس لا قالوا ده فضل، يعني تلبسي وتلتزمي بالزي الشرعي بتاعك، واللي مش بيقتصر على اسود بس، يعني بيقتصر على اي لون انت عايزاه ما دام مش ملفت، بس فضفاض وساتر وشرعي. بس هو الحقيقه الموضوع ليه جانب تاني كده. لو انت بتشتغلي كل يوم وعندك اختلاط مع رجاله وبتضطري تركبي مواصلات فيها اختلاط وبتقعدي في مكتب فيه رجاله وبتتعاملي مع رجاله وبتمشي في الشارع والناس بتشوفك، وانت بتحبي مثلا تحطي ميك اب، بتحبي تلبسي اكسسوارز، بتحبي تعملي اي حاجه من دي، هل ده مفهوش فتنه؟ هل اختلاطك ده مفهوش فتنه؟ هل وانت قاعده في المكتب مع الرجاله دول مش هيبصولك؟ يعني خاصة لو انت ما شاء الله جميلة حلوة، مش ده ممكن يكون فيه فتنة؟ طيب اداري الفتنة دي ازاي؟ بالنقاب. طيب يا ستي سيبك من الحتة دي، ايه الضعف اللي انت بتتكلمي؟ لا ايه ده الكلام ده يعني مش دليل ايه يعني. لا، عارفين اول ما جيت انتقبت زمان كان في معلمة قاعدة معايا وقالت لي، كنت بتكلم معاها في موضوع النقاب، وقالت لي ايه انت لو حد جاي متقدم لك هيشوف ايه؟ لما انا كنت بجادلها وبقول لها انا ما كنتش بجادل، يعني انا كنت بستفهم، بقول لها بس هو ربنا سبحانه وتعالى اجاز لنا ان احنا نبين الوجه والكفين. قالت لي طيب والقدم؟ قلت لها لا نغطيها. قالت لي طب اللي عايز يجي يتقدم لك وهو قاعد في الرؤيه الشرعيه هيبص على رجليكي ولا هيبص على وشك؟ قلت لها لا على وشي. قالت لي يعني منبع الفتنه فين؟ قلت لها في وشي. قالت لي يعني ايه اللي اوجب انه يتغطى؟ قلت لها وشي. فهي الفكره في ناس بتبص لها انا عايزه ابقى مطمنه وانا خارجه وماشيه، وفي راجل يبص على ان مراته بيبقى مش مطمن وهي خارجه لوحدها فعايزها تبقى متغطيه. فانا حاجتي للنقاب مختلفه عن حاجه فلان عن حاجه علان. لو انا لابساه علشان انا مقتنعه ان هو فرض، غير لما انا لابساه علشان استر وجهي او ان انا اتغطى، غير لما اكون لابساه عشان انا بضطر اختلط برجال، غير لما اكون لابساه عشان ده زوجي عايزني البسه عشان بيغير عليا مثلا. كمان في نقطة مهمة جدا، البيئة اللي حواليكي لو مساعداكي تلبسيها او تلبسي النقاب حلو جدا. طب لو البيئه مش مساعداكي او في ظروف امنيه صعبه تمنعك ان انت تلبسي النقاب وانت عايزه تلبسي النقاب او يعني خايفه تلبسيه، هل عليكي اسم؟ لا. طب ليه عليكي اسم؟ انت بتنجدي روحك وبتنجدي نفسك. فهو الموضوع يا جماعه مش تشدد قد ما هو حب، قد ما هو فهم. فهمتي النقاب بيتلبس ليه هتقرري البسه ولا ما البسوش. احنا لغايه كده فاهمين؟ لكن ما اجيش الاقي حد لسه بيجادل في الحجاب. انتوا جايين يا جماعه من زمان قوي قوي، يعني الله يصلح لكم حالكم يا رب. يا رب يكون الفيديو جاوب على البنات اللي كانت بتسالني. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب على القناه بتاعه القناه دي والقناه الثانيه بتاعه رنا السمان او ربهم صح، قناه تربويه. واللي حابب يشوف اي حاجه من البراند بتاع رنا نقاب سواء على الانستجرام او على الفيسبوك، انا هحط لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. السلام عليكم.